حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب الجزائري بغداد بونجاح بعد إلحاح كولر المدير الفني للنادي الأهلي في طلباته واحتياجاته الفنية، وإنه محتاج مدافع وجناح ومهاجم علشان البطولات اللي هيشارك فيها النادي الأهلي الفترة اللي جاية، وخصوصا كأس العالم للأندية اللي هتلعب في شهر يوليو اللي جاي. وطبعا في وكلاء عرضوا استفيهات للاعيبة كتير في كل المراكز، لأن طبعا أي لاعب هيلعب وهيشارك في كأس العالم للأندية هتكون كل عيون الأندية على لعيبة ال 32 فريق اللي مشاركين في البطولة. وكان أبرز اللعيبة اللي اتعرضت على النادي الأهلي هو لاعب ريال مدريد السابق ماريانو دياز، واللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح صاحب ال 33 سنة. وهل فعلا بغداد بونجاح ممكن يكون ضمن صفوف النادي الأهلي الفترة اللي جاية، ولا دي مجرد اجتهادات صحفية وخلاص؟ مبدئيا بغداد بونجاح أول ما اتعرض على مستر كولر وافق فورا علشان مستوى اللاعب المميز، سواء كان مع ناديه أو مع المنتخب الجزائري. وحسب موقع يلا كورة اللي كتب وقال إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فتح خط اتصال مع نادي الشمال القطري اللي بيلعب ليه بغداد بونجاح، وده وقت ما كان موجود في قطر مع البعثة وقت ماتش باتشوكا المكسيكي في بطولة الانتر كونتيننتال. والنادي الأهلي حصل على موافقة مبدئية من اللاعب على اللعب بقميص النادي الأهلي بداية من الانتقالات الشتوية اللي جاية لحد نهاية منافسات بطولة كأس العالم للأندية. لكن نادي الشمال القطري اتمسك بإن اللاعب يفضل موجود مع الفريق، لأن نادي الشمال القطري عايز يكون في المربع الذهبي من بطولة الدوري القطري، عشان ده لو حصل هيحصل على مقابل مادي كبير. وعشان كده نادي الشمال القطري عايز يحافظ على القوام الأساسي للفرقة. وطبعا بغداد بونجاح أهم عنصر في الفريق، لأنه مساهم مع الفريق ب 13 هدف و6 أسيست في 15 ماتش بس، وبسبب أرقامه المميزة دي هيبقى صعب التفريط فيه. وبرغم كل التأكيدات الصحفية اللي بتقول إن بغداد بونجاح هيكون في النادي الأهلي، خرج السيد طه المعيزع المسؤول الإعلامي في نادي الشمال القطري وصرح وقال إن مفيش أي مفاوضات رسمية من النادي الأهلي عشان يضم بغداد بونجاح بشكل رسمي، وإن نادي الشمال القطري محتاج اللاعب معاه، ومفيش نية خالص للتفريط في اللاعب بأي شكل من الأشكال. لكن من جانب الصحافة القطرية عن طريق جريدة العرب القطرية أكدت وقالت إن في مفاوضات عن طريق وسطاء علشان التفاوض مع اللاعب ومعرفة رغبة اللاعب للعب للنادي الأهلي ولا لأ. أما عن النادي الأهلي فاللاعب بغداد بونجاح من أكتر اللعيبة اللي بتمسك بيها علشان يكون موجود ضمن صفوف الفريق. لكن في حاجتين هما اللي ممكن إنهم يعطلوا انتقال بغداد بونجاح للنادي الأهلي، وهي إن اللاعب عنده 33 سنة، وتاني حاجة ودي اللي ممكن تنهي المفاوضات تماما من جانب النادي الأهلي، وهي إن اللاعب بياخد 5 مليون دولار في الموسم الواحد بس. وطبعا معروف عن النادي الأهلي إنه مش بيدفع الأرقام دي نهائي لأي لاعب مهما كانت إمكانياته الفنية. ولما كتب الإعلامي مهيب عبد الهادي بوست على صفحته الشخصية على الفيسبوك واللي بيأكد فيه إن بغداد بونجاح وقع للنادي الأهلي، وخصوصا إن اللاعب موجود دلوقتي في مصر، بس للعلم هو موجود علشان يقضي أجازته لأن الدوري القطري موقوف في الوقت الحالي بسبب مشاركة منتخب قطر في بطولة خليج 26 اللي بتتلعب في الكويت من الفترة من 21 ديسمبر لحد 3 يناير. والأيام اللي جاية هتبين أكتر في موضوع بغداد بونجاح. هل فعلا التأكيدات الصحفية اللي بتقول إن النادي الأهلي حصل على موافقة بإعارة اللاعب علشان يخوض معاه كأس العالم اللي جاي وهيحصل على مليون دولار مقابل الإعارة؟ فأنت كمشجع أهلاوي شايف إن صفقة بغداد بونجاح هتفيد النادي الأهلي، ولا شايف إن النادي الأهلي كان المفروض يدور على مهاجم يكون أصغر في السن ويكون مستقبل للنادي الأهلي في السنين اللي جاية؟ شاركنا برأيك وقول لنا في الكومنتات.